باسم يوسف امبارح كان موجود في اورلاندو. باسم يوسف موجود في المبنى اللي ورايا ده، بيعمل عرض ضمن جولة كده بيعملها في كل أمريكا. العرض ده تقريبا كان فيه 2600 واحد، طبعا معظمهم عرب وشوية من باكستان على ايران على الهند. بس العرض ما كانش بالعربي، ده كان بالانجليزي. لكن في ناس كتيرة جدا من الجالية العربية جت عشان تتفرج على باسم يوسف. كده جوه المسرح قاعدين مستنيين بقى باسم بيه يشرف. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان اي عرض باسم يوسف بيعمله هو للكبار فقط. وده ليه؟ لان هو تقريبا 3/4 الكلام عبارة عن شتيمة. And at the time, the state-run media was spreading all kinds of يشتم بقى في ترامب، في بايدن، في هاريس. بس اكبر شتيمة كان بيواجهها امبارح والناس كلها كانت بتسقف عليها هي الشتيمة على ولاد العم. انتوا عارفينهم طبعا. اتقال فيهم امبارح كل حاجة بالعربي وبالانجليزي. طبعا احنا في امريكا فالموضوع بيبقى مفتوح شوية، سقف الحريات والكلام زي ما انت عايز. المهم باسم قاعد يحكي موقف حصل له مع وكيل النيابة وهم بيحققوا معاه ايام الاخوان. طبعا انتوا فاكرين ايام القضايا لما كان بتنزل عليه بترف كل يوم، اللي هو بقى ايه، قلب نظام الحكم واهانة القضاء ومش عارف ازدراء الاديان والحاجات دي. قضايا كتيرة جدا جدا اتفتحت على باسم في الوقت ده، وده كان يوم من ايامهم. فوكيل النيابة قال له بص، احنا عندنا سيديهات كتيرة جايبينها، فرغنا كل الحلقات بتاعتك وهنقعد دلوقتي نتفرج عليها ونتكلم على كل واحدة وهسألك شوية اسئلة. فطبعا باسم قال لي يا نهار اسود، ده كل الحلقات هنقعد نتفرج عليها وافيه افيه بقى نمسكه والكلام ده. فقال له خلاص يعني ما باليد حيله، شوف حضرتك عايز تبتدي منين وانا معاك يعني. وكيل النيابه بقى راح ماسك اول سي دي ولسه هيحطه بقى في الجهاز. فباسم بيبص على الجهاز، لقى جهاز يعني حاجه منقرضه، المفروض ويندوز 95 مش شغال اساسا. قعدوا فتره طويله عقبال ما يشغلوه، لدرجه ان باسم بقى زهق واتخنق وعايز بقى يقوم، عايز يخلص. فراح قايم قال لهم يا جماعه طب ايه الوضع؟ فراح ماسكه بقى المحامي بتاعه قال له انت رايح تعمل ايه؟ قال له هروح اساعدهم اشوف ايه الموضوع. قال له يا عم ده حاجات هتدينك اللي انت هتتفرج عليها دي، اقعد وبلاش. قال له مش قادر، لا يعني عايزين نخلص يعني، احنا قاعدين بقى لنا قد ايه ولسه هنقعد نتفرج على الفيديوهات دي كلها. لدرجه بقى باسم قاعد يقول لهم طب يا جماعه النسخه دي يعني سليمه ولا مضروبه؟ طب عاملين اخر ابديتس؟ طب الميديا بلاير شغال؟ حاجات كده بقى، اللي هو اتخنق وعايز يخلص. اللي هو كان اسهل يعني كان يطلع موبايله وكان يقعد يطلع الفيديوهات على اليوتيوب وخلاص. لكن هو واضح ان هو لازم يستخدم اجهزه الحكومه. المهم ان بعد شويه محاولات الموضوع مش عايز يشتغل. فراح باسم بقى ايه، شم نفسه وقال لك ايه، خلاص الموضوع شكله هيكنسل ومفيش تحقيق النهارده. فوكيل النيابه قال له لا 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 استنى، ده احنا معانا كل الفيديوهات دي مفرغينها في ورق، تعالى بقى حلو، احنا مقسمينها حلقات، هنمسك حلقه حلقه ونشوف افيه افيه كده ونشوف ايه ردك عليهم ايه. ودي واحده من قصص كتير قوي قالها باسم في خلال ساعه ونص مثلا. كان العرض بتاعه اللي هو كان كله طبعا بالانجليزي، لكن هو كان بيحكي الانجليزي اكنه بيحكي بالعربي بالظبط. طبعا باسم يوسف ده مش بلس 18، ده بلس 37. يعني لازم تبقى راجل بالغ وواعي وحكيم عشان تتفرج عليه وتفهم اللي هو بيقول. غير كده هتحس ان هو سافل ومنحط وبتاع والمفروض ان انت ما تتفرجش عليه. لكن كل واحد ليه طريقه في توصيل المعلومه. اكيد انتوا شفتوا الفيديوهات الكتيره اللي هو عملها مع مذيعين اجانب، وشفتوا الصدى بتاعها في العالم كله وصل ازاي. وعشان كده السؤال بقى، هو باسم يوسف لو رجع اليومين دول وسط الغلاء اللي عندنا ده في البوتاجاز والاكل وقله الادويه والدولار والبتاع والقصص دي كلها، وعمل برنامج شبه اللي كان موجود، هل ممكن يكون مؤثر على الناس اليومين دول؟ انا واحد من المقتنعين ان باسم يوسف ده كان له دور كبير جدا ان هو يمشي الاخوان. البرنامج القوي اللي كان بيعمله ده وكان الناس بتشوفه كل اسبوع بالملايين، اكيد اكيد اثروا على الراي العام. يعني لو انت شايف حاجه صغيره هو ممكن يخليها لك كبيره، بغض النظر هي حقيقه ولا مش حقيقه. كل واحد هيشوفها على حسب انتمائه. يعني لو انت منتمي للاخوان هتشوف ان الموضوع ده مبالغه وقله ادب وسفاله وكلام من ده. ولو انت ضد الاخوان هتقول ان لا، باسم بس كان بيجمع لك كل الحاجات اللي كانت بتحصل في خلال الاسبوع وبيوريها لك مره واحده. فهي حاجات حقيقيه مش حاجات مصطنعه. كل فرقه على حسب بتشوف الزاويه منين بالظبط. انا منتمي للجهه دي مهما عملوا على قلبي زي العسل، انا ضدهم اقل حاجه ببقى رافضها تماما مش عايزها. هو اكيد طبعا مش راجع ومفيش حد هيسمح له ان هو يرجع. لكن تفتكروا لو ده حصل ممكن يبقى ليه تاثير على الناس، ولا الناس خلاص ما بقاش في حاجه تاثر فيها؟ You know what's on my mind. Free, free. Free, free. Free, free. You've been talking about it, thinking about it. You've been crying about it, screaming about it. You can't stop talking about it. But tonight, I'm not talking about it. Thank you very much.